بنشوف كتير على السوشيال ميديا أصحاب شركات الماركتينج بيطلعوا يقولوا لك إن الكامبين مش هتتكلف أقل من نص مليون جنيه، وبعد كده يطلع ناس تانية تعلي عليهم وتقول لك لا، نص مليون ده ما يعملوش حتى كامبين واحدة، ده احنا آخرنا يعني نلعب بيهم. وهتلاقي ناس بعد كده تقول لك أصل الكامبين اللي ما تتكلفش 10 مليون صعب قوي إن هي تنجح. أي كلام، أنت تقدر تبدأ النهاردة ب 5000 جنيه، بس الفكرة أنت هتقدر تكمل ولا لا، علشان في الأساس التسويق بيعتمد على الاستمرارية. بمعنى ان انا النهارده حطيت 5000 جنيه، فالشهر الجاي هم زادوا بقوا 7 فانا هحط السبعة، فالشهر اللي بعده زادوا بقوا 8 او 10 فانا هحط العشرة، ومع الوقت هبتدي ان انا اوصل للنص مليون والمليون. طب الشخص اللي اصلا معاه راس مال كبير ونازل وهيحط مليون وهيحط مليون ونص، هو هينجح وهينجح اسرع وهينجح اكتر، ولكن ده مش معناه ان اللي معاه 5000 جنيه ما يبداش. ده مش معناه ان اللي معاه 5000 جنيه ده يرمي المشروع بتاعه في الزباله وما يعملش ماركتنج. ده مش معناه ان الشخص اللي ما معهوش الميزانيه المناسبه ده يرمي المشروع بتاعه كده في الزباله ويقول لا انا مش هينفع اعمل ماركتنج، اصل فلان قال ان انا ما ينفعش ابدا باقل من نص مليون. طب انت اصلا هتجيب نص مليون منين وانت مشروعك ما بيتعملوش ماركتنج فما بتبيعش؟ لازم بقى تورث او تروح تبيع حته ارض او تروح تبيع شقتك او تروح تبيع عربيتك علشان بس تعمل كامبين ماركتنج مع استاذ فلان الفلاني اللي عاوز نص مليون جنيه. ده مش منطقي. الكلام ده مش منطقي، وهي بس مجرد هوكس بتترمي على السوشيال ميديا علشان الناس تقف قدامها وتتخض وتكمل الفيديو للاخر. لكن انا بقول لك ده اي كلام. انت لو عاوز تعمل ماركتينج تقدر تبدا باي ميزانيه متاحه، ولكن كل الفكره في انك تبدا خطوه خطوه وتفضل مستمر، لان الاستمراريه هي اللي هتوصلك للنجاح واللي هتوصلك تحط الملايين في الماركتينج زي ما كل الناس دي بتطلع تقول. فكل الفكره انك تفضل مستمر وما تزهقش من اول شهر ولا تاني شهر ولا اول سنه حتى. لازم تبقى عارف ان انا عشان بدأت صغير فانا محتاج ان انا افضل فترة طويلة علشان اقدر اكبر، لكن ان انا ارمي كل حاجة في الزبالة وما ابدأش من الاساس يبقى هفضل مكاني وخسران كل حاجة. فما تسمعش كل الكلام اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا. والنهارده انت تقدر تبدأ عن طريق دبلومة ذا جوت اكاديمي ب 1990 جنيه، تتعلم كل حاجة في الماركتينج وتعمل الماركتينج بتاعك بنفسك. بس طبعا محدش هيقول لك كده. ابدأ دلوقتي وافضل مستمر علشان تكبر مع الوقت.